مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات سيمي سينما. وزي ما هو واضح كده من العنوان، معانا بقى شويه مسلسلات لزوم الاجازه والقعده الرايقه. بس يعني مش قبل ما نقول اسمائهم مش تنسى كده انا صاحبي تسبسكرايب في الشانل، وانت تحت بقى ما تنساش تضغط على الجرس وتجري زي زمان. ها عملت سبسكرايب؟ يلا بينا نبدا. اول مسلسل معانا هو مسلسل مانيفست، وهو مسلسل غموض واثاره وحته كده خيال علمي. المسلسل قصته عن رحله جويه عليها 191 راكب تقريبا، بتعدي بشويه مطبات هوائيه وعواصف جويه، وده بيخليهم يختفوا من على الرادار. وبعد كام ساعة بيظهروا تاني على الرادار وبينزلوا في المطار عشان يلاقوا نفسهم في زمن مختلف، وإن الكام ساعة اللي عدوا عليهم في الجو هم في الحقيقة كانوا كام سنة على الأرض. المسلسل 4 مواسم مفيهوش سنة ملل واحدة الحقيقة، وهتلاقي نفسك خلصت كله في بين 3 من حلاوته. ونهايته في رأيي حلوة جدا ومتنفذة بطريقة حلوة، والرسالة اللي كانوا عايزين يوصلوها وصلت وبشكل كويس كمان. المسلسل اللي بعده هو مسلسل ديفيندينج جيكوب، وهو مسلسل قصير من 8 حلقات في الخفيف كده يعني، متصنف دراما وغموض وجريمة. قصته عن شخص بيشتغل مساعد للمدعي العام اللي هي النيابة العامة يعني، بيتم اتهام ابنه في جريمة قتل، وبيحاول يثبت إذا كان ابنه بريء ولا لأ. ده طبعا مع كل التحديات اللي هتقابله نظرا لمنصبه ووظيفته. المسلسل متاخد على الرواية بنفس الاسم، وطبعا نهايتها مختلفة عن المسلسل نظرا للمعالجة الدرامية. والحقيقة نهايته يعني غامضة سيكا وتستحق إننا نتناقش فيها في الكومنتات. وطبعا المسلسل من بطولة كريس إيفانس. المسلسل اللي بعده هو ديزاينيتد سرفايفور 60 دايز، ودي النسخة الكوري لأنه في نسخة أمريكي، والحقيقة إن الاتنين بيتكلموا عن نفس السيناريو. بس أنا شايف الحقيقة إن النسخة الكوري أحسن، بالإضافة لأنها قصيرة، يعني يا دوبك 16 حلقة على خفيف كده. والسيناريو بيتكلم عن اختيار رئيس الدولة بالإضافة لمجموعة من الوزراء، وساعتها بيتم استدعاء وزير البيئة عشان يهتم بشؤون الدولة ويعدي بيهم الفترة الجاية من غير مشاكل. المسلسل مش أكشن وغموض والكلام ده، ولكنه بيعرض جانب مختلف من التفكير وطريقة حل المشاكل، وعشان كده اخترت النسخة الكوري. ودي هتبقى بوابتنا إن شاء الله لعالم الدراما الكوري، يعني كل حلقة ترشيحات كده هنحط فيها حتة كوري زوب الروقان. المسلسل اللي بعده هو ليميتلس، وأيوه زي ما جه في بالك كده هو مسلسل مشتق من فيلم ليميتلس بتاع برادلي كوبر. برضه هو نفس الكونسبت، إنه بياخد حباية بتخليه قادر يستخدم 100% تقريبا من قدراته العقلية في التفكير، ويبدأ يشتغل كمحقق مع الشرطة عشان يحل شوية جرائم. مسلسل موسم واحد ومكون من 22 حلقة. آخر مسلسل أجنبي معانا هو مسلسل The End Game، وهو مسلسل غموض وإثارة. كل حلقة فيه أروع من اللي قبلها، ونهايتها تخليك عايز تخش على الحلقة اللي بعدها على طول، وهو يا دوبك 10 حلقات يعني. بيبدأ المسلسل بالقبض على واحدة من تجار السلاح الكبار، واللي كانت بتبدأ تسطو على شوية بنوك كبيرة في أمريكا. ولكن بيكتشفوا بعد كده إن كل ده هي مخططة له، وهي كانت عايزاهم يقبضوا عليها عشان تبدأ سلسلة من الأحداث اللي فيها تشغيل دماغ ولف ودوران عشان تنتقم من كل اللي أذوها قبل كده. حطينا لكم برضه مسلسلين مصريين كده في الآخر، وهم في رأيي أجمد مسلسلين غموض وإثارة اتعملوا آخر سنة، وهم الاتنين من إنتاج منصة شاهد. أولهم هو مسلسل منعطف خطر، بطولة باسم سمرة والهام عبد الغفور وحمزة العيلي وباسل الخياط وسلمى أبو ضيف. المسلسل بيتكلم عن انفلونسر اتقتلت ولقوا جثتها في عربية شخص سياسي مهم، ويبدأ المحقق هشام واللي بيقوم بدوره باسل الخياط بالتحقيق في الجريمة. طبعا مش عايز أحرق عليكم المسلسل، بس يعني التويست اللي في آخر المسلسل جامد جدا ويستحق إنك تخلص المسلسل كله في قعدة واحدة مثلا. آخر مسلسل معانا هو مسلسل آخر دور، بطولة دينا الشربيني وأحمد خالد صالح وميمي جمال ونهى عابدين. قصته بتتكلم عن واحدة لسه واخدة حكم براءة من جريمة قتل جوزها، وبعد ما بتطلع بتحاول تستمر في حياتها وتبدأ من جديد. ولكن القدر بيكون له رأي تاني، وبتحصل حادثة انتحار من شقتها اللي بتبدو كأنها جريمة قتل. ونشوف بقى ازاي هتحل هي اللغز ده وتكتشف ايه اللي حصل. بس كده دي كانت حلقتنا النهارده. اتمنى لو الحلقه عجبتك تنزل تدوس لايك، وما تنساش تشترك في القناه وتشاركنا في الكومنتات ايه رايك في المسلسلات دي لو شفتها. ولو لسه مش شفتهاش مستني ايه؟ روح يلا اتفرج عليها، وما تنساش تيجي تقول لنا رايك. وانت رايح بقى يا صاحبي ما تنساش تشار الحلقه كده مع صحابك وقرايبك وتروق علينا الدنيا.